السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز في قناة حكاوي تاريخ. ادعوا لأبي برحمة والمغفرة وصلي على النبي. تعال نشوف الانترو وبعدها نبدأ القصة. يلا يا عزيزي نبدأ القصة. بص يا سيدي، هو ازاي يا جماعة بلد صغيرة كانت مجرد شوية أكواخ حوالين نهر تبقى بعد كده أكبر إمبراطورية في التاريخ، والناس كلها تمشي تقول إحنا تحت حكم روما؟ يعالوا أقول لكم الحكاية دي بس على طريقتنا بقى، بالمصري كده. كان يا مكان في زمن مش فاكرينه، في نجع صغير على نهر اسمه التيبر، والنجع ده اسمه روما. الناس هناك عايشة عادي جدا، لا قصور ولا عربيات ولا حتى فول وطعمية، شوية غنم وشوية زراعة وخلاص. بس حصلت مصيبة كبيرة. اتولد 2 توأم، رومولوس وريموس، والملك بتاع زمان خاف منهم وقالك دول هيسرقوا مني الحكم، فخدهم ورماهم في النهر. بس القدر كان راكب دبة. الولاد ما غرقوش، لأ، دبة أنثى لقيتهم وقالت يا لهوي عيال يتامى دول ولادي بقى، وربتهم فعلا. الدبة هي أول أم في تاريخ الرومان. كبروا بقوا أبطال وعضلات وقالوا نعمل مدينة هنا. بس كالعادة الأخوات بيتخانقوا على كل حاجة. واحد قال نبني هنا، التاني قال لأ هناك، وفي لحظة غضب رومولوس قتل أخوه ريموس، وقال بعدها بكل برود ما هو لازم المدينة تبقى باسمي. ومن هنا اتولدت روما، على دم وندالة شوية. بدأت روما تكبر، وكانوا بيجيبوا ملوك يحكموهم. كل ملك ليه هواه، في اللي بيحب الستات أكتر من الوطن، وفي اللي بيكره الناس، وفي اللي بيقول أنا ربنا نزلني مخصوص. الشعب زهق وقال يا جماعة كفاية ملكية، عايزين نظام جديد. فقاموا عاملين حاجة اسمها الجمهورية الرومانية، يعني الحكم يبقى بالشورى والانتخاب. بس طبعا دي روما، يعني السياسة عندهم دايما فيها شوية دم وسكاكين. الرومان كانوا مشاغبين، أول ما يشوفوا بلد يقولوا بلد حلوة ناخدها، ويضربوا ويحتلوا، وبعدها يبنوا طرق وحمامات ويقولوا إحنا بننشر التحضر. هم حرفيا كانوا أول ناس يحتلوك ويعمروك في نفس الوقت. حدش كان يوقفهم لحد ما ظهر يوليوس قيصر. ده بقى كان قائد ذكي ومحبوب، بيكسب كل الحروب وبيوزع الجوائز. الناس حبته قوي، يمكن حبوه زيادة عن اللزوم. المجلس خاف وقال الراجل ده هيبقى ملك. وفي يوم وهو داخل المجلس أصحابه كلهم طالعين له بالسكاكين، حتى أقرب واحد ليه بروتوس طعنه. فبص لو قال الجملة اللي دخلت التاريخ حتى أنت يا بروتوس، ومات وساب روما تغرق في الفوضى. بعدها البلد ولعت، الكل عايز يبقى قيصر، كل واحد شايف نفسه المنقذ. بس في الآخر طلع أوكتافيوس، الراجل الهادئ اللي بيحسبها بالعدل. لم الناس وقال أنا مش هخليها جمهورية تاني، أنا هخليها إمبراطورية. ومن هنا بقى بدأ عصر الأباطرة الرومان. أولهم أغسطس، ده كان منظم ودماغه كبيرة، خلى روما تبقى أغنى دولة. بس اللي جم بعده يا لطيف، في واحد اسمه نيرون، ده كان فاكر نفسه فنان شامل. سابت البلد تتحرق وهو قاعد يعزف على العود وبيقول شايفين النار؟ إبداع بصري، يعني الناس بتهرب من اللهب وهو عاملها مهرجان فنون. الرومان بعدها كبروا قوي وبقوا مش عارفين يمسكوا الدنيا كلها، قسموه نصين، روما الغربية وروما الشرقية، والنصين بقوا بيغيروا من بعض ويتخانقوا أكتر ما بيتعاونوا. وفي وسط ده كله كان في جوه الشرق بلد كده اسمها مصر، جميلة غنية الكل عايزاه. وطبعا الرومان قالوا بلد بالشكل ده لازم تبقى لينا. وهنا بدأت العين تتجه ناحية مصر. للحكمة في الآخر، اللي عايز يبني حضارة لازم يبنيها بالعقل والنظام، مش بالسيف بس، لأن القوة ممكن تفتح لك الباب، بس الحكمة هي اللي تخليك تفضل جواه. هنا خلصنا القصة، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وسلام.